مشاهدينا الأعزاء، دائما كاميرا القناة الثالثة معكم في كل مكان ونتابع كافة الأحداث. واليوم كاميرا القناة الثالثة تنقل لكم صورة إيجابية لصرح رياضي يتيح الفرصة لأبناء محافظة الجيزة ومنطقة الهرم من أجل ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية والثقافية واستغلال وقت الفراغ بصورة إيجابية من خلال مركز خدمة المجتمع والبيئة الذي تنظمه كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة خلال الموسم الصيفي. دعوة مفتوحة مشاهدينا الأعزاء لنتابع هذا المكان. مشاهدينا الأعزاء، اقتناعا من أن الجامعة لا يقتصر دورها فقط على العملية التعليمية داخل أسوار الجامعة، بل يمتد ليكون أكثر فاعلية من خلال خدمة المجتمع والبيئة، كان لكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة دور فعال في خدمة محافظة الجيزة من خلال مشروع رائد قامت به الكلية لخدمة المجتمع. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور حسني عز الدين، وكيل كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا دكتور أشرف، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. الأستاذ الدكتور حسني عز الدين، بدون شك أن مشروع رائد بتقوم به كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة من خلال خدمة أبناء محافظة الجيزة. هذا المشروع بيتيح الفرصة للشباب لممارسة الرياضة من خلال مرافق الكلية. لو تحدثنا عن هذا المشروع ماذا نقول؟ اولا زي ما سيادتك قلت ومشكورا، قلنا ان ليس دور الجامعه ولا دور الكليات فقط لغير العمليه التعليميه، ولكن لابد ان يمتد نشاط الكليات والجامعات الى خدمه المجتمع وتنميه البيئه المحيطه بها. كليه التربيه الرياضيه منذ نشاتها من سنه 1937 كان في هنا نادي اسمه نادي لاتوريا ايام زمان، وهذا النادي كان بيخدم قطاع سكان الهرم. لما تحولت الى كليه او معهد وبعدين تحول من معهد الى كليه، ايضا اصرت جامعه حلوان برئاسه الاستاذ دكتور حسن حسني ان تتحول الجامعه بجميع كلياتها الى مراكز خدمه وتنميه البيئه من خلال ما نسميه وحدات ذات طابع خاص. هذه الوحدات هدفها الاساسي ان تحقق خدمه مقدمه الى الجامعه نمره واحد والمحيطين بها، وايضا تعود بالنفع على الجامعه من خلال تنميه مواردها، وايضا اتاحه الفرصه للخريجين والطلاب للتدريب العملي. الكليه بتاعتنا فعلا كانت رائده على مستوى كليه جامعه حلوان برئاسه الاستاذ دكتور كمال درويش وثم الدكتور صبحي حسنين، في ان احنا نعيد الى هذه الكليه صوره مشرفه تخدم بها ابناء محافظه الجيزه. والنهارده الكليه بتاعتنا متحوله في فتره الصيف الى مركز خدمه بيئه وتنميه مجتمع. عدد الاعضاء اللي فيه بيتجاوزوا حوالي 30,000 اسره محيطه داخل منطقه الهرم والجيزه، كلهم بيجوا هم وابنائهم للمشاركه في جميع الانشطه. ليس النشاط الرياضي فقط لا غير، ولكن النشاط الرياضي والنشاط الاجتماعي والنشاط الثقافي والنشاط الفني. يمكن من قيمه ايام قليله كنا بنحتفل بوجود الساده نواب رئيس الجامعه بافتتاح مسرح الكليه، وهذا المسرح لاتاحه الفرصه للشباب المشارك في نشاط مركز خدمه البيئه وتنميه المجتمع في انه يبرز طاقاته الفنيه من خلال الاشتراك في التمثيل والموسيقى موجود عندنا. ايضا من قيمه فتره كنا فاتحين لسه صاله اخرى جديده افتتحناها خاصه بالانترنت وايضا الدش، بحيث ان يبقى في عندنا جميع المباريات موجوده، وجايبين احدث جهاز تلفزيوني يمكن ان يتيح الفرصه لجميع المشاهدين يتفرجوا عليها. بالاضافه لذلك في عندنا نشاط ثقافي، لان اسبوعيا في عندنا ندوات ثقافيه سياسيه واقتصاديه ودينيه. ايضا في عندنا النشاط الاجتماعي للمتمثل في الرحلات وفي زياره المعارض والمسارح المختلفة. بالإضافة إلى ذلك في عندنا أنشطة أخرى متنوعة متمثلة في جميع مدارس التربية، الأنشطة الرياضية المختلفة متمثلة في حوالي 22 مدرسة تتيح الفرصة لأبناء الأسر أن تشارك في النشاط الرياضي المختلف. كل دوت بهدف خدمة المجتمع، وبدل الكلية ما تبقى مغلقة في فترة الصيف عاطلة بلا تشغيل، فاحنا بنحاول نشغلها، وايضا بنشغل فيها مجموعة كبيرة جدا من السواعد بنتيح لهم فرصة التجريب الميداني الحقيقي لكي يتعامل بعد التخرج مع المجتمع الخارجي، يكون خد خبرة
كبيرة جدا تحت اشراف اساتذة افاضل بيقوموا بالتوجيه. ومن هنا بحب اطمئن وبقولها دعوة لجميع سكان منطقة الهرم ومنطقة الجيزة، اهلا وسهلا بكم في مركز خدمة بيئة وتنمية المجتمع في النادي الصيفي بتاعنا اذا جاز لنا هذا التعبير، وبنقول لكم اولادكم امانة في رقبتنا واهلا وسهلا بيهم في اي وقت. الأستاذ الدكتور حسني عز الدين، حضرتك كوكيل لكلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، وكلية التربية الرياضية هي معقل من معاقل تخريج كوادر بتقوم بتحمل المسؤولية في المجال الرياضي سواء في مجال الإدارة أو التدريب أو التعليم. هل هذا المشروع بيعتبر فرصة لصقل طلاب الكلية وإتاحة الفرصة ليهم لاكتساب الخبرات الميدانية زي ما حضرتك تفضلت وذكرت؟ يعني يمكن هي فرصة النهاردة مع ظهور نتيجة الثانوية العامة ومكتب التنسيق، احنا بنقول للطالب اللي بتقدم عندنا للكلية ان بعد ما يجتاز بنجاح مواد الصف الاول والثاني بيبدأ يتخصص في احدى الاقسام العلمية الثلاثة، يا اما قسم التدريب يا قسم الادارة يا قسم التعليم. الاقسام الثلاثة دي اقسام مانحة بتعطي درجة البكالوريوس تتيح الفرصة للخريج بتاعها ان يعمل في المجالات التالية: قسم التعليم في مجال المدارس المختلفة، قسم الادارة في جميع الهيئات والقطاعات الرياضية، وقسم التدريب في مجال التدريب الرياضي. طبعا الكليه ما بتشوفش اولادها ياخدوا الكلام نظريا فقط لا غير، لكن ده احنا في داخل الكليه بيتدربوا. شعبه الاداره بتتدرب في داخل الكليه من خلال اداره هذا يعني المكان الكبير الضخم اللي فيه عدد كبير جدا من الافراد والانشطه. فالطلاب قسم الاداره بيعملوا فيه تحت اشراف اساتذه قسم الاداره. اساتذه قسم التدريب بيشرفوا على الطلاب بتوعهم في تدريب مدارس الرياضات المختلفه. ايضا قسم التعليم مسؤول مسؤوليه كامله عن مدارس التعليم الانشطه الرياضيه. ففعلا زي ما قلت لسيادتك ما هياش مجرد فقط لا غير ان احنا بنقدم خدمه، ولكن بنقدم خدمه لكلا الطرفين. بدون شك مشاهدينا الأعزاء أن هذه الصورة الإيجابية التي نتابعها من خلال شاشة القناة الثالثة لمركز خدمة المجتمع والبيئة بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة لم تأتي من فراغ، فوراءها الكثير من الجهد والعمل والعرق من أجل خدمة أبناء محافظة الجيزة ومنطقة الهرم. ويسعدنا مشاهدينا الأعزاء أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور عثمان رفعت، وكيل كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة لخدمة المجتمع والبيئة. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور على شاشة القناة الثالثة. اهلا يا اشرف، ازي صح؟ دكتور، بدون شك أن هذه الصورة الإيجابية داخل كلية التربية الرياضية لخدمة أبناء محافظة الجيزة ومنطقة الهرم لم تأتي من فراغ، وراءها جهد وعمل وعرق من أجل أن تتاح الفرصة لمن ليست لديه فرصة للالتحاق بالأندية الكبرى في خلال مغالاة هذه الأندية في رسوم اشتراكها، لتكون هناك فرصة لممارسة الرياضة داخل الكلية بإشراف أساتذة متخصصين في علوم الرياضة. الحقيقة انطلاقا من دور الجامعة وربط الجامعة بالمجتمع، قالت الكلية على نفسها ان هي تفتح وتسخر امكانيات الكلية لخدمة ابناء محافظة الجيزة، وخاصة زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان الاندية في محافظة الجيزة قليلة جدا، ويمكن تكاليف الاشتراك في الاندية بعض التكاليف. فانطلاقا من هذا ورغبة في ربط احتياجات المجتمع بدور الجامعة، فأنشئ مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ أكثر من 20 سنة تقريبا. لكن الفترة الأخيرة تم تطوير المركز بصورة جيدة جدا، فأصبح فيه العديد من الأنشطة الرياضية، أصبح فيه نادي صحي، في وحدة علاج طبيعي، في مركز تكنولوجيا معلومات، في مدارس لمختلف الألعاب، في أنشطة لحمامات سباحة، في فيديو، في سينما، في نادي للطفل، في مدارس مختلفة للألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، ففي حتى استحدثنا أنشطة جديدة زي كرة السرعة والقوس والسهم، يعني يمكن ما تلاقيش في الحاجات دي في الأندية خالص. لا حتى نشاط دراجات، بلياردو، يعني الحقيقة مغطيين قطاع كبير جدا من الأنشطة الرياضية في المركز. من خلال شاشة القناة الثالثة ومن خلال هذا الفكر الذي يخدم المجتمع، هل نقدر نقول أن الفرصة متاحة لأبناء محافظة الجيزة ومنطقة الهرم للالتحاق بهذا المركز؟ وكيف يتم التحاقهم، وما هي الشروط الواجب توفرها لمن لديه
رغبة في الالتحاق؟ الاشتراك في منتهى شروط الاشتراك في منتهى اليسر والبساطة. بيجي يقدم استمارة، بيعمل كشف طبي، الاستمارة ب2 جنيه، الكشف الطبي 3 جنيه، وبعدين بيدفع 40 جنيه رسوم اشتراك فقط لا غير. أيوة. مش اكتر من كده. ويا ريت حضرتك كنا عاملين احنا مهرجان من يوم الاربع، كان في اكثر من 10,000 عضو بيشترك في النشاط من مختلف الاعمار. أيوة. وكان في هذا اللقاء الدكتور عمرو سلامة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم عطية الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والحقيقة انبهروا باللي شافوه على الواقع. لان مهما حكيت لك ما كنتش ممكن حد يتصور ان هذا الكم الكبير جدا من الاعداد الطلبة او الطالبات او الاعضاء المشتركين في هذا المركز يمكن ان يكونوا منضمين لهذا المركز. مع الإضافة أن معاملة هؤلاء الأعضاء وتدريبهم وتعليمهم بيتم بصورة تربوية صحيحة، لأن من يقوم بهذا العمل هو تربوي دارس أكاديمي فعلا. ودي الميزة اللي بتفرق بين العاملين هنا والعاملين في أي مكان تاني. لأن معظم العاملين في هذه الأنشطة هم أساتذة في الكلية، فطبعا بينهجوا المنهج العلمي والتربوي في آن واحد. ولذلك زاد الإقبال في كثير جدا من المناشط اللي وصل العضوية 10,000 عضو. وهذا طبعا لم يتحقق من قبل اطلاقا، نتيجة ان احنا دخلنا انشطة جديدة، ونتيجة المعاملة الكويسة، ونتيجة الخدمات او القيادات التربوية اللي بتقوم بيها الكلية في خدمة اعضاء المركز. هناك الجديد داخل هذا المركز ألا وهو تقديم خدمة جديدة لطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة من خلال برنامج تأهيل للكليات العسكرية وكليات التربية الرياضية. ماذا عن هذا المشروع أو هذه الفكرة؟ في الحقيقة احنا برضو دي من احد المناشط اللي مستمرة دوريا، يعني ان في مركز لتأهيل للكليات العسكرية وكليات التربية الرياضية مفتوح بعد امتحانات الثانوية العامة على طول، وده اشترك فيه حوالي لغاية دلوقتي حوالي 860 مشترك. وده احد المجالات اللي بتقدم خدمة كويسة جدا لابناء محافظة الجيزة. مشاهدينا الأعزاء، من خلال متابعة كاميرا القناة الثالثة لمركز خدمة المجتمع والبيئة بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور مجدي منصور أستاذ ألعاب الماء بالكلية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بك. الأستاذ الدكتور مجدي منصور أستاذ التدريب الرياضي وأستاذ ألعاب الماء ومدرب ذو تاريخ في عالم السباحة ومدرب لمنتخبنا القومي. من خلال إشراف حضرتك على هذا المشروع، هل نقدر نقول فعلا إن شخص بخبرة حضرتك في دنيا التدريب ودنيا العلم في مجال السباحة عندما يشرف على هذا المشروع فبدون شك بيكون إشرافه ذو تأثير إيجابي؟ الحقيقة أقول لك إن أولا دي تجربة كانت جديدة بالنسبة لي جدا جدا. طبعا يمكن الأعضاء هم اللي يقدروا يحكموا الحكم ده، هل حصل تأثير إيجابي أم سلبي. إنما الحمد لله المؤشرات، والحقيقة عميد الكلية الدكتور صبحي حسنين لما شرفني بهذا الاختيار كان برضو بيطمع في ان المكان ده يبقى على احسن صورة ممكنة. فالحمد لله قدرنا الى حد ما نقترب من اللي احنا عايزينه لهذا المكان. بدون شك عندما يشرف الدكتور مجدي منصور على حمام السباحة وعلى مشروع محو أمية السباحة بكلية التربية الرياضية من خلال هذا المركز، وهو مدرب نال شرف تدريب منتخب مصر وتمثيل مصر في أكثر من دورة أولمبية، بدون شك بأن ده بيكون هناك خامات في هذا الحمام من الممكن أن تستثمر من خلال خبرة حضرتك في دنيا التدريب. هو طبعا كتر خيرك يا أشرف. يعني الحقيقة أنا بقول إن أي مكان في مصر فيه من الخامات اللي ممكن قوي توصل لأعلى مستويات. الحقيقة هنا إحنا بدأنا لسه البداية يمكن من حوالي شهر ونص بس، إنما أقدر أقول لك إن من خلال معاملاتنا مع الأولاد وخاصة ال4 سنين و5 سنين إن فيه خامات غير عادية، وإن شاء الله هيتشاف في نهاية هذا الصيف
بعض العناصر اللي هتقول عليها ان ديت نواة الى ان في المركز الخدمة ده يبقى في فريق ممكن نقول ان هو على بداية الطريق. مشاهدينا الأعزاء، من خلال متابعة القناة الثالثة لهذا المركز، مركز خدمة المجتمع والبيئة، يسعدنا أن نلتقي مع أحد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة. أهلا بك معنا على شاشة القناة الثالثة، واسمح لنا نعطلك شوية عن التدريب. نتعرف بيك؟ طه غريب. لو نتكلم عن كيف التحقت أو كيف علمت أن هناك مركز لخدمة المجتمع والبيئة بأحدث الأجهزة بتمارس من خلاله الرياضة. هي الكلية عاملة إعلان على البوابة، سواء بوابة الهرم أو فيصل، وعملت إعلانات ووزعته، والناس تقريبا عندها دراية كاملة بالمركز الخدمة اللي موجود في كلية التربية الرياضية على مستوى الجيزة ومستوى الهرم. أيوة. وهنا على العموم احنا جينا لقينا هنا استقبال كويس جدا، واجراءات سهله جدا، واجراءات امنه في نفس الوقت. بيسحب المواطن اللي عايز يلتحق باي لعبه، بيسحب استماره وبيعمل كشف طبي، ودي حاجه اساسيه جدا، ان الكشف الطبي عشان يبقى مطمئن وهو بيمارس الرياضه على نفسه والناس اللي موجوده مطمئنه. والاشتراك اللي موجود رمزي جدا، عباره عن بالنسبه للصلاه هنا 35 جنيه، لياقه او تخسيس او الى اخره اللي هو عايزه، او الاعداد البدني 35 جنيه في الشهر ب 12 حصه في الشهر. متهيألي هذا السعر مقارنة بالأندية والهيئات الأخرى متهيألي بيعتبر سعر رمزي، وأنت فعلا شعرت بهذا من خلال ممارستك للرياضة داخل هذا المركز. هو من ناحية إن هو سعر رمزي والمكان متخصص وآمن في نفس الوقت، وفيه متخصصين وفيه إمكانيات عالية عن أي مكان آخر. حتى الناس بتستعمل هنا في الكلية فيه تراك بيستعملوه بدل المشايات اللي هي بتبقى موجوده في الانديه وبتبقى موجوده في المراكز اللي هي ضيقه، بيستعملوا التراك وبقى عندهم الوقت واسع وعندهم الامكانيات عاليه قوي. زي ما احنا شايفين من خلال شاشه القناه الثالثه، هذا المركز بيضم احدث الاجهزه في دنيا الرياضه. هل بتجد متخصصين بيدوك توجيهات للتعامل مع هذه الاجهزه؟ المتخصصين هنا موجودين في الكليه، واصل الكليه اصلا دي كليه تخصصيه فيها جميع الالعاب، وكليه التربيه الرياضيه مش محتاجه متخصصين، اذا كانت متخصص بيشرف على المركز استاذ دكتور، بيقوم على الاشراف على التدريب دكتور معاه دكتوراه، بيقوم برضه كباتن موجوده سواء من الخريجين او بيساعدهم كمان الطلبه، وبنلاقي كل تعاون. والصاله زي ما حضرتك شايفه كده لقيناها كويسه جدا، مكيفه وواسعه وفيها الاضاءه عاليه، والاوقات التدريب متاحه للجمهور بالكامل في اي وقت. مشاهدينا الأعزاء، كانت هي دي تغطية كاميرا القناة الثالثة لمركز خدمة المجتمع والبيئة الذي تنظمه كلية التربية الرياضية خلال الموسم الصيفي من أجل خدمة أبناء محافظة الجيزة ومنطقة الهرم. على موعد باللقاء وحدث جديد وكاميرا القناة الثالثة.